من الخطيب. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. يا أيها الناس اتقوا ربكم كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بالله عز وجل. ونحن في ظل هذه الأوضاع، في ظل هذه الجائحة التي عمت عنا البلاء والوباء بإذنه تعالى. أحبتي في الله، الحق تبارك وتعالى تحدث حب الصحابة والناس من هذه الأمة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وتبعد عنهم الوباء والبلاء وما إلى ذلك. كل هذه الأمور التي عرفها أعداؤها صلى الله عليه وسلم يورث الجنة بإذن الله تعالى. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، وما إلى ذلك، وإنما الخشية من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقود الأمراض وما إلى ذلك. عندما قال للصحابة: نفر من قدر الله إلى قدر الله، أمور عظيمة تحدث عنه بصفاء القلوب. الصلاة تسمو بالظن الحسن. هذا الذي أنزل بالقرآن الكريم من خلال آيات الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرباني بالقرآن الكريم بأخلاق القوة التي تتصف بها هذه الأمة، بهذه الأخلاق من نبينا صلى الله عليه وسلم عبر الصحابة والعلماء، إلى أن وصلت إلينا هذه الأخلاق التي